بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، بنرحب بكم في فيديو جديد ولقاء جديد. النهاردة إن شاء الله السبت 28 ديسمبر. دوت فيديو من داخل الحديقة الدولية، نتفرج على مكان الكافيتيريا بقى. تخيل لما تقعد في كافيتيريا بالشياكة دي والأناقة دي، ولو الجو مشتي تقدر، اسمها الكافيتيريا اسمها شهرزاد، تقدر تخش في مكان متقفل زي اللي انت شايفه قدامك دوت، مكان مخيم جميل، او عايز تقعد بره في الشمس زي ما انت عايز. مكان ما اجمله ما اروعه. شوف الشياكه، شوف الاناقه. وقريبا ان شاء الله هيكون المكان دوت برضو هيكون لينا فيه فعاليات هنعملها باذن الله. تمام. كافيتيريا ما شاء الله زي ما شايفين، مساحه كبيره، شياكه من بره ومن جوه. تقدر تاخد فيها مشروباتك اللي انت عايزها، وقريبه جدا من المكان وقفنا. طيب الكافيتيريا ديت، هل هي عشان خاطر في الحديقه الدوليه فهي اسعارها هتكون سياحيه وضرب نار وكلام من ده؟ ابدا. طبعا هي هنا بصوا، الكافيتيريا قريبه قوي من البوابه الثانيه، دي بوابه من البوابات. ادي البوابه هنا اللي هي الخلفيه. تمام. هتخش هتلاقي الكافيتيريا على ايدك اليمين، اسمها كافيتيريا شهرزاد. طب هل دي الكافيتيريا الوحيده الموجوده في المكان؟ ابدا. شايفين، استمتعوا بجمال المنظر. يوم رحله، يوم جميل. عربيات سبق، عربيات العاب، يعني طفلك هيستمتع وانت هتستمتع معاه. هل دي الكافيتيريا الوحيده اللي موجوده؟ لا. طب اشمعنى دي الكافيتيريا الوحيده اللي هنقول اسعارها؟ ان الكافيتيريا ديت هي تعتبر من اكبر الكافيتريات هناك كمساحه. تاني حاجه، دي اللي احنا اخدنا منها الورقه بتاعت الاسعار، والهدف ناخد منها ورقه الاسعار ان انا اعرف الاسعار هناك بتاعت المشروبات عاليه ولا اسعارها في العادي في المعقول. حديقه دوليه مدينه نصر عباس العقاد، كافيتيريا جوه الحديقه، اسعار ضرب نار. طب ما تيجوا نشوف الاسعار ايه، واحكموا انتم بنفسكم، هل الاسعار كده ضرب نار ولا الاسعار عاديه ولا اسعار مميزه. خاصه ان انا مش هقدر احكم عليها، لان انا اتعودت معاكم على الصراحه. انا كده كده ولا بشرب شاي ولا قهوه ولا نسكافيه ولا اي حاجه خالص، فماليش قعاد كتير على القهاوي. تمام. وما اعرفش الاسعار ايه، لكن قاعده ما شاء الله فخمه زي ما انتم شايفينها، هي قاعده محترمه. طيب الاسعار ايه بقى؟ تعالوا كده ونشوف. انا معايا ورقه بالاسعار بتاعتهم واخدها من عندهم. وبرده ان شاء الله هنشوف كافيتريات تانية، احنا كده كده لسه لينا مشاوير تانية هناك. هنشوف كافيتريات تانية ونجيب لكم الاسعار بتاعتها ونصورها لكم برده. طيب دي كافيتيريا شهرزاد زي ما انتم شايفين اهي. الاسعار عندهم بقى، لو انت هتشرب كوبايه شاي توقع كده بكام؟ عايز حد يكتب رقم قبل ما اقول، يعني اما تسمع كده هعد من 1 ل3 تكون كتبت رقم. كوبايه الشاي في مكان فخم زي دوت هتبقى بكام؟ ولو شاي بالنعناع يبقى بكام؟ ولو شاي بالليمون يبقى بكام؟ ولو شاي فواكه يبقى بكام؟ مش مجرد كوبايه شاي عاديه، لا، ده انت هتشرب شاي وتتمزج. شاي فواكه، شاي بالليمون، شاي بالنعناع، شاي بالنعناع براد، شاي ساده. طب يلا نقول الاسعار. زمان الناس كتبت، اللي عايز يكتب يكتب ويخمن عشان يشوف السعر اللي هو كتبه آه صح ولا الكافيتيريا اسعارها كويسه. طيب الكافيتيريا عندها الشاي الساده ب 20 جنيه. تمام. وكوبايه الشاي بالنعناع شاي براد ب 25 جنيه. وشاي بالليمون ب 25 جنيه. وشاي فواكه بال 25 جنيه. طيب لو انت بقى حبيت تغير المشروب بتاعك وحبيت تشرب نسكافيه، اصل هم ما عندهمش شاي وبس ولا شاي وقهوه بس، لا، انت هتلاقي عندهم ما شاء الله كميه مشروبات، وهقول لك كلها بالاسعار، العالي والقليل هقول لك على اسعاره. حبيت تشرب نسكافيه، النسكافيه عامل 40 جنيه. طب والكابتشينو؟ كابتشينو 40 جنيه. عايز اقول لك كمان عندهم قهوه تركي. بكام القهوه التركي؟ تخيل، ب 30 جنيه. طب لو انا بقى مش من هواة الشاي والقهوه زي حالاتي كده، تقدر تشرب سحلب ساده او سحلب فواكه او سحلب مكسرات. كل ده جوه الكافيتيريا موجود. ايوه. بكام السحلب الساده؟ سحلب ساده ب 40 جنيه. طب والسحلب بالمكسرات؟ ب 45 جنيه. واليانسون؟ اليانسون ب 20 جنيه. يعني عايز بقى، بصوا اهو، ادي ينسون ب 20، قرفه ب 20، كركديه ب 20، هوت شوكليت ب 40. تمام. لسه هنكمل الاسعار، انا بس بوريكم يعني كافيتيريا فيها كل المشروبات. ده كده بالنسبه لو انت عايز تشرب حاجات سخنه. طب لو انت بقى عايز مع اولادك كده في الجو الجميل دوت، مثلا عايز ايس كريم وكلام من ده، هل متاح؟ متاح. في ايه بقى؟ عصائر مثلجات، ايس كوفي،
اللي هي القهوة الساقعة ب 60 جنيه. ميلك شيك ب 60 جنيه. عصير بيريو ب 60 جنيه. عصير مهوز ب 60 جنيه. فروت سلطات سادة ب 65 جنيه. فروت سلطات بالايس كريم 75 جنيه. فروت سلطات بالمكسرات ب 75 جنيه. زبادي عسل ب 60 جنيه. زبادي فواكه ب 50 جنيه. ايس كريم ب 65. مياه معدنية كبيرة ب 20 جنيه. والمية المعدنية الازازة الصغيرة ب 10 جنيه. وده يبين لنا ان الاسعار جوه، يعني حتى ازازة المية اهي في سعر متناول، في السعر هو العادي. ازازة المية معدنية ب 10 جنيه اللي هي الصغيرة. الصودا اللي هي ب 40. كنز بيبسي ب 25. كنز ميريندا ب 25. الكنزات عامة بقى ب 25. فيروز، بيريلي، ميريندا زي ما انت عايز. طيب والعصاير بقى، هل هم عندهم الحاجات اللي هي المعلبات الجاهزة بس والشاي والحاجات السخنة والسحلة؟ ده ابدا. هتلاقي كمان عندهم العصاير. انا بقول لك الاسعار عشان خاطر لما تروح تبقى انت عارف الاسعار. والله ما داعيه للمكان وربنا، يعني انا مش بقول لك روح اقعد عليها، انا بقول لك اهي عندهم الاسعار عامله ازاي، عشان حتى لو انت حبيت تاخد اسرتك وانت نازل تبقى عارف اخش اقعد عليها ولا اسعارها بعيده عني. طيب العصير المانجا، لو هتشرب بقى عصير فريش، فيه عصير مانجا جامبو ب 75. عصير مانجا قطع ب 75. عصير فراوله بالليمون بالموز، عصير فراوله بالموز ب 60. عصير مانجو سوبر ب 60. عصير جوافه بالليمون ب 60. عصير موز بالحليب ب 60. عصير برتقال جامبو ب 75. عصير ليمون جامبو ب 50. عصير بطيخ ب 50. عصير طبعا عصير بطيخ اعتقد مش هتلاقوه دلوقتي، مفيش بطيخ يعني. عصير كانتالوب ب 50. العصير الكيوي ب 60. كوكتيل جامبو ب 75. كوكتيل سوبر ب 75. عصير بالصودا ب 60. وعصير جرجير، وده اول مره يعني اسمعه بصراحه، ب 50 جنيه. ده كده بالنسبه للعصاير. طب لو احنا رايحين بقى رحله، هل في امكانيه ان احنا ناكل ونشرب هناك؟ اه. هي نفس الكافيتيريا بتاعت شهرزاد دي هي اصلا كافيتيريا ومطعم. هتلاقي عندها بس الحاجات مش مكتوب، الاكل مش محطوط اسعاره. لان طبعا الاكل انت عارفين ان في حاجات بتعلى وحاجات بتنزل، ممكن يكون ده السبب ان هم ما حطوش اسعاره. الاكل بقى فيه مكرونه فرن، فيه مكرونه نجريسكو، فيه رز بسمتي، رز مصري، كريب فراخ، كريب لحمه، كريب سوسيس، كريب تونه، كريب لحمه مفرومه، كريب شوكولاته. في كمان سندوتشات شاورما فراخ، شاورما لحمه، شيش داووق، فراخ بانيه، لحمه بارد، برجر سوسيس، برجر ساده، كبده اسكندراني، كفته. يعني مطعم وكافيتيريا في نفس الوقت. وفي كمان مشويات. بس برضو انا مش متاكد هل بالنسبه لجزء المطعم شغال ولا هم شغالين مشروبات بس. لكن ان شاء الله لما اروح تاني هسالكم هل الجزء بتاع المأكولات شغال ولا لا. في مشويات وفي سندوتشات، تمام، وفي سمك كمان. فهنسال هل الجزء بتاع الاكل ده شغال ولا لا. وهنسال هل في امكانيه نعمل عروض مخفضه للناس اللي هتيجي. يبقى احنا ممكن نوزع على الزوار المعرض اللي هيجونا كروت او ورقه او تيكت ياخد بيه تخفيضات في الاماكن دي. اديكوا عرفتوا الاسعار بتاعت المكان. هنسال لو قال في امكانيه للتخفيضات كلام من ده برضو هنقول لكم. احنا والله الواحد بيدور على ازاي تقضوا يوم حلو ويقلل لكم التكلفه بقدر المستطاع. تمام. اسف لو كنت قلت عليكم، انا بس حبيت انقل لكم الاسعار اللي موجوده معانا من الورقه اللي اخدناها من الكافيتيريا اللي فيها الاسعار. ودي اول كافيتيريا، في كافيتريات تانية هناك. وبرضه عشان ما حدش يفتكر انا بعمل كافيتيريا دعايه الكافيتيريا ولا حاجه، والله ما دعايه. هاخد برضه هشوف هناك لما نروح عند كافيتريات تانية، هشوف لو عندهم ورقه بالاسعار هناخدها ونصور لكم الكافيتيريا ونعلن لكم عنها. كده يكون خلص التقرير بتاعنا. شكرا لكم ولمتابعتكم والى اللقاء، وانتظرونا ان شاء الله في فيديوهات كتيره هنا على الصفحه وعلى اليوتيوب، وكمان صفحه الفيسبوك. طبعا بشكركم جدا، بيكم احنا وصلنا ل 160. وان شاء الله ما تنساش حالا لو بتشوفنا لاول مره تعمل اشتراك في القناه. عايزين القناه ديت ان شاء الله توصل بيكم لل1000 قبل يوم 7 يناير. عارف ان الطلب صعب ومستحيل، باقي ايام بسيطه، باقي 10 ايام بالظبط. لكن بيكم ومعاكم انا بعد ربنا طبعا اتعودت ان مفيش مستحيل. فانا واثق ان بيكم ان شاء الله هنقفل 1000 مشترك ونحتفل بال1000 مشترك في نفس يوم المهرجان. اتمنى يبقى احتفال بالمهرجان بحضراتكم وبالناس اللي جايه، ونحتفل بالألف بتوع القناه ان شاء الله الجديده. تمام، 1000 مشترك ان شاء الله. حالا اضغط لايك ومتابعه وشارك. واحب اقول لكم ان احنا عملنا صفحه
على الفيسبوك اسمها اول مهرجان لطيور الزينه في الوطن العربي. برضو هدفه نمره واحد حصري، كل المحتوى يبقى نازل على الفيس ونازل على اليوتيوب حصري على قناه خاصه بالمهرجان، يبقى المهرجان قائم بذاته وقناته خاصه بيه. تمام كده يكون خلص التقرير بتاعنا. شكرا جدا ليكم واسف على الاطاله، واراكم ان شاء الله في حاجات تانية احسن ان شاء الله باذن الله. انتظرونا كل جديد على القناه بتاعت اليوتيوب وصفحه الفيس اول مهرجان لطيور الزينه ومستلزماتها في الوطن العربي. يلا اشوفكم على خير، ما تنسوش حالا الاشتراك معنا. الى اللقاء. زي ما احنا متعودين بس ما تنسوش دعواتكم ودعواتنا لاهالينا في فلسطين وغزه ولبنان وسوريا، ان ربنا ينصرهم ويثبتهم ونصر قريب لهم، اللهم امين. وربنا يا رب يعفو عنهم ويغفر لينا وليكم ويرحمنا ويرحمكم، ويرحم يا رب شهداء اهالينا في فلسطين وغزه ولبنان وسوريا وشهدائنا، ويا رب في الجنه ونعمها. ربنا يا رب يشفينا ويشفيكم ويعفو عنا وعنكم ويغفر لينا وليكم ويرحمنا واياكم ويرزقنا واياكم سعاده الدارين، ويشفي اطفالنا واطفالكم ويشفي مرضانا ومرضاكم ويشفي كل مريض، اللهم امين. ربنا يا رب يرزق كل واحد اكتر مما يتمناه، واللي يكون فيه خير ليه. ما تفتكرش انك انت عايز حاجه وما تحققش ان ده كده مش حل، لا، تاكد ان ده الخير. لو انت عندك يقين ان اللي ربنا كتبه لك هو الخير، فاعلم ان هو ده الخير فعلا. هو ده الخير فعلا لاي حد. مفيش حاجه مكروه، مفيش حاجه وحشه. اي حاجه بتحصل تاكد ان ربنا شايلك من وراها خير. فان شاء الله يا رب ربنا يكتب لنا ويكتب لكم الخير كله اجله وعاجله، ويرزقنا خير ما في الدنيا وخير ما في الاخره، ويرزقنا سعاده الدارين، ويا رب يوفقنا واياكم. وان شاء الله ربنا يقدرنا ونقدر نبسطكم ونفرحكم في المهرجان. وانتظروا ان شاء الله في هدايا ومفاجآت جديده مختلفه تماما هنعلن عنها خلال الاسبوع دوت هنا على القناه وعلى صفحه الفيسبوك. شكرا لكم والى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.